جماعيا ضد هذه المجازر الخطيرة الكبيرة العظيمة اللي يقترفوها الصهاينة ضد خوتنا في غزة. اليوم الآلاف يقتلون، الأطفال والنساء والمرضى يقتلون. احنا ما عندناش آدمية، احنا ما عندناش مشاعر، احنا نختلف على الشعوب العربية والإسلامية الأخرى اللي راهي خرجت اليوم في الشوارع في كل مكان. لماذا الجزائريين ما يكونوش كالناس؟ لماذا الجزائر لا يعبرون عن غضبهم، لا يعبرون عن سخطهم، عن رفضهم لهذه المجازر، يعبرون على تأييدهم لهذه المقاومة البطولية؟ هل الحجة بأن الوضع خطير وناس يمكن يستغلوا هذه المسيرات ويفعلوا الأفاعيل؟ أنا أعلم باللي كاين داخل الدولة الجزائرية وكاين داخل المجتمع الجزائري مطبعين وسمعتهم بوذني، ولو كان يلقاو غفلة راح يجروا الجزائر للتطبيع. حديث موجه للسلطات. إذا هذا يعترف بأن الوضع خطير في الجزائر. دابا اللي زوين في الأمر هو أن هذا السيد هذا يعترف أن الوضع محتقن وخطير في الجزائر، وأن النظام الجزائري كيخاف من أن أي خرجة تقدر تقلب ضده. إذا فلسطين، الفرفارة، الشعارات مع فلسطين ديرها في المدرجات عند الجمهور، صافي خليها مع الجمهور. أعطي اللعابة دير لهم ذاك الكوفية، إذا يدخلوا هكذا بأنهم لابسين الكوفيات فلسطين، صافي تخرج للشارع ممنوع. أنت أيها المواطن الجزائري العادي ممنوع.